بدأت الحكاية بخيانة الإمبراطور الشيطاني من قبل أتباعه، والإمبراطور بيقول لصاحبه أنا وثقت فيك من بين آلاف الناس، ولكن من يتوقع إنك كنت بتتواطأ مع الطوائف الخمسة علشان تخلصوا مني. وبيقول لصاحبه فعلا كل الكلام اللي اتقال عليك صح، وأنت مش بتعرف تصد الهجمات الضعيفة وأنت في حالة الاختراق. والإمبراطور الشيطاني بيهجم عليه وبيقول له أنا هقتلك مهما حصل. بيقول له مش تفشخ للدرجة دي، أنت يا دوب قادر تاخد نفسك والسم اللي فيك بينهشك وفي الآخر هتموت. ولو عاوزني اسيبك تعيش فكل اللي عليك تسلمني اسلحة الشيطان والحبوب الشيطانية. والامبراطور بيقول له حتى بعد التواطؤ مع الخائن والهجوم بسرية مش قادرين تواجهوني وش لوش. بيقول له انت شخص مضحك فعلا، هو انت مش عارف انك شيطان ولا ايه؟ يعني كنت متوقع مننا ايه؟ ساعتها الامبراطور بيتعصب وبيطلع كل قوته، وصاحبه بيترعب لانه عاوز يقتلهم معاه. في تلك الاثناء بيقول صاحبه اللي باقي الافراد الكل يتحد في هجوم واحد علشان نمنعه، ولكن اتحاد ايه يابا اللي هيوقف ملك الشياطين؟ وساعتها بينفذوا الاتحاد ولكن بيكون فات الاوان وبيموتوا معاه. بس تفتكر الحكايه وقفت لحد هنا؟ لا والله، بعد موت الامبراطور الشيطاني بيتنقل لجسم شاب صغير وحرفيا بيتفاجئ انه اتولد من جديد. ولا حد هنا استنى يا باشا، الكلام ده كله معتقدات خاطئه واحنا بنقولها بحسب احداث الملخص وبس كده. المهم بقى بيسمع الامبراطور الشيطاني اشخاص بيتكلموا في الناحيه التانيه، وبيعرف انهم بيدوروا على شخص من 3 ايام ولكن مش ليه اي اثر. وبالمناسبه الشخص اللي بيدوروا عليه اسمه موفان. نرجع بقى لملك الشياطين واللي بيقولهم ما دول الطوائف الخمسه ولا ايه، وازاي عرفوا انه لسه ما متش؟ بس دلوقتي مش ينفع اسيبهم وهم لسه على قيد الحياه. مره واحده بيهجم عليهم ولكن ما فيش حاجه حصلت. الواد يعني بيتصدم وبيقول يا فين قوه الشيطان بتاعتي؟ وفجاه بيهجم عليه واحد من الموجودين وبيطيره في الشجره. وللعلم الشخص ده اسمه يوان. لو الصدمه الكبيره ان ملك الشياطين اتنقل لجسم موفان. في الوقت ده بتتدخل البنت اللي معاهم وبتقول له هو ايه اللي حصل لك؟ هو انت مش فاكرنا ولا ايه؟ ساعتها الامبراطور بيتعصب وبيقول ازاي يكون ملك الشياطين في شيتيان ويتم ضربي على ايد طفل؟ وبيرجع يهجم عليه مره تانية ولكن يوان بيديله واحده في وشه وبينزل اللي وراه واللي قدامه. وصاحبه التاني بيهجم عليه وبيرزعه واحده في ظهره وبيقول له شخص حقير زيك ازاي يصرخ في وشنا؟ هو انت نسيت نفسك ولا ايه؟ والبنت اللي معاهم بتحاول توقفهم ولكن يوان بيخلص عليه وبتقول لهم انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا كده هتموتوه. بيقول لها يوان هو اللي بدأ الاول، يعني كنت متوقعه مني ايه؟ في الناحيه التانيه بيكون الامبراطور حالته صعبانه عليه وده علشان اتنقل في جسد ضعيف، وساعتها بيفتكر ذكرياته في الجسد التاني وانه كان اقوى من كده، وبعدها بيفقد وعيه. المهم بقى لما بيصحى بيقوم يلبس هدومه. ساعتها البنت اللي شفناها بتدخل عليه ولكن جت سليمه، وبالمناسبه البنت دي اسمها سوين. في الناحيه التانيه بيكسر يوان الباب وبيقول لهم هو ايه اللي بيحصل هنا؟ واول ما يوان بيشوفه من غير جاكيت بيقول له انت ازاي تجرؤ على ده؟ انا استحاله اسيبك تعيش المره دي. وبيهجم على الامبراطور ولكن بيتفادى الهجوم بكل سهوله، وشله يوان بيخش معاه في القتال ولكن حرفيا ما فيش ولا واحد قدر يلمس الامبراطور. والامبراطور بيقول في نفسه لو لسه مش فقدت قوتي فهحط عليكم. في الوقت ده بتلاحظ سيان ان جسم موفان بقى رشيق جدا، وبتقول من امتى موفان بيتعلم المهارات ديت؟ ساعتها يوان بيتعصب وبيقول ازاي الوغد موفان بيتفادى الهجوم بتاعي؟ والامبراطور بيهجم على يوان ولكن بيستخدم يوان عليه السم الافعى 4 وبيغرزه في جسمه. وسيان بتروح ليوان وبتقول له انت مجنون ولا ايه؟ هو انت عاوز تسمم موفان؟ ويوان بيقول لها هو مش هيموت ولا حاجه، وبسرعه نادي على المعلم، ولو مش عملت كده فهو هيموت. وبالفعل في ساعتها بتروح سيان علشان تنادي المعلم. في الناحيه التانيه الامبراطور الشيطاني مش بيقدر يتكلم وده علشان السم، ويوان بيقول لموفان دلوقتي سيان مش هنا، يعني من الاخر مفيش حد هينقذك مني، ولكن في سؤال واحد، انت ازاي وقعت من على ارتفاع 80 متر ومش حصل لك اي حاجه؟ ده انت الحظ راكبك مش اكتر. ويوان بيرزع واحده على دماغه وبيقول له واخد زيك مش لازم يعيش بينا. ساعتها ملك الشيطان بيمتلك الغضب وبيقوم يكسر في عظم صاحبه، ويوان بيترعب وبيقول ازاي ما ماتش. والامبراطور بيقول ليوان شخص لعين ذاك ازاي عامل ملك الشياطين بالشكل ده؟ في الوقت ده الكل بيخاف وبيقول يوان هو ليه موفان عنده كميه طاقه عاليه من قوه الشيطان؟ ومره واحده بيهجم ملك الشياطين على صاحب يوان وبيجيبه الارض، ويوان بيقول له انت كنت بتمارس فنون الشيطان ولا ايه؟ بس مش مهم لان المعلم هيطهرك، ولكن لو قتلتك دلوقتي فالمعلم هيكفيني بدون اي عقاب. وبيهجم يوان عليه بهجوم الافاعي ولكن على مين يابا؟ ده الامبراطور الشيطاني. والامبراطور بيلاشي الهجوم وحرفيا يوان هيعملها على نفسه، وبيقول ازاي خلص على الافاعي وهي محصنه ضد الصم. في تلك الاثناء يوان بيسيب كل حاجه في ايده وبيخلع بسرعه، ولكن مفيش فايده، انت وقفت تحت الشيطان الاكبر. ويوان بيقول له مش تقتلني، انا هديك اللي انت عاوزه، ولدرجه انه بيعيط
بيعيط على نفسه من الخوف، ولكن ساعتها بيتدخل المعلم وبيستعمل على ملك الشياطين مصفوفة النسر، وحرفيا تأثير التعويذة ديت بيكون جامد على الامبراطور. ويوان بيكون فرحان ان المعلم وصل اخيرا، وبيقول له لازم تخلص على موفان لانه كان بيستخدم سحر الشيطان. والمعلم بيقول له اخرس، ازاي عاوزني اخلص على اخوك؟ حرفيا صدمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، يعني امال لو مش اخوك كنت هتعمل فيه ايه؟ والمعلم بيقول لسيون اخرجوا بره وانا هتعامل مع الوضع. ويوان بيقول للمعلم مش تكون سهل مع موفان، ولو مش هيعرف يسيطر على نفسه خلص عليه بسرعة. نرجع بقى للمعلم واللي بيستغرب من قوة الشيطان العالية اللي عند موفان، وبيقول انه مش هيعرف يوقف موفان اكتر من كده، ويا ترى ايه هو اللي لازم يعمله؟ ولكن اللي قادر يعمله دلوقتي هو قتل موفان. في الناحية التانية بيطلع ملك الشياطين سحر من جسمه علشان يفك اسره، والمعلم بيقول له فضل يعمل كده فجسمه هينفجر. والمعلم مش بيكون في ايده اي خيار، وبيلغي الحاجز علشان مش يحصل كده، وعلى طول بيهجم ملك الشياطين على المعلم. ولكن في الوقت ده بيعمل المعلم عليه ختمة يان شوانج وبيمتص الطاقة الشيطانية منه، وبينزل على الارض لانه قوته الشيطانية اتختمت. والامبراطور مش بيصدق انه اتهزم على ايد راهب. لو المعلم بيستغرب انه ازاي حصل على قوة الشيطان دي كلها، ولكن حرفيا لو كان المعلم اتأخر شوية لكان فجر نفسه من زمان. ولما الامبراطور بيشوفه مصاب برضه بيقول دي فرصتي علشان اخلص عليه، وبيقوم تاني علشان يهجم عليه ولكن بيكون جسمه مصاب على الاخر. والمعلم بيقول له مش تحاول تقاتل علشان مش تموت. وبيقول المعلم ان الامبراطور الشيطاني في شيتيان مات بعد ما عرفنا انه تعلم الفنون الشيطانية، وانت يا موفان لسه بتمارس طرق الشيطان، وانا في الحالة ديت مش هعرف انقذك، ولكن في النهاية انا هحافظ على سرك ومش هقول لحد، واتمنى انك مش ترجع تاني لطرق الشيطان. والامبراطور بيستغرب وبيقول هو الراجل العجوز ده عاوز يساعدني ليه؟ ولكن في الحالة ديت مفيش مشكلة، بس لما استعاد قوتي فانا هحول المكان ده لمكان دموي. يا نهار ابيض، يخرب بيت الغل يا جدع. المهم بعدها بفترة بسيطة بيروح ملك الشياطين يتأمل وسط الناس، وبيقول في نفسه انا كنت الامبراطور الشيطاني في شيتيان من 3 ايام واتقتلت من اقرب الناس ليا، ولكن من حسن حظي اني اتولدت من جديد. وهو حرفيا بيكون ملك الشياطين متضايق وبيوعد نفسه انه لما يستعاد قوته الكاملة هيمحي كل البشر الموجودين. ساعتها يوان بيحدف عليه البذر وبيقول له انت بتخرف بتقول ايه؟ ويا ترى انت لسه بتمارس قوة الشيطان زي المرة اللي فاتت ولا لا؟ وبالرغم ان المعلم ختم قوتك الشيطانية فانا لسه مش مصدق. المهم بقى بيقعدوا يستفزوا فيه وبينزلوا عليه بالكلام لحد ما فاضل كيل بيه. وفي لمح البصر بيهجم ملك الشياطين على يوان وبيقول له انا هخلص عليك المرة دي، وبينزل في وشه هاتك يا ضرب لحد ما جاب دم. وبيقول له يوان انت ازاي تجرؤ على ضربي؟ ده حتى والدي مش قدر يعملها. وفجأة بيغدر صاحب يوان ملك الشياطين وبيديله واحدة بينيمه مكانه. ويوان بيقول له انت اللي بدأت الاول وانا مش هسيبك لما اخلص عليك تماما. وملك الشياطين بيكون متعصب لان الجسد اللي هو فيه ضعيف لاقصى الحدود. ساعتها سوين بتجري على موفان علشان تلحقه، وبتقول لهم بطلوا تعذيب فيه، انتوا عارفين ان هو بيمارس فنون الشيطان، يعني قلبه شبه الشيطان. وبالاضافه ان موفان لسه مش اتشافى بالكامل وانت عمال تضرب فيه، هو انت مش عندك احاسيس بالانسانيه ولا ايه؟ ويوان بيسخر منه وبيقول له انت طول عمرك هتفضل محمي من قبل امراه، يا له حقا من عار كبير. المهم بعدها سوين بتقول لموفان انت كويس دلوقتي ولا لا؟ ولكن ملك الشياطين بيقول لها انا مش محتاج مساعدتك وبيسيبها ويمشي، ولكن بتروح وراه بتقول له انا المشرفه، يعني هتيجي معايا علشان نطهر جرحك. وبيقعد يشد معاها ولكن في الاخر بتاخده. وساعتها بيكون في مجموعه من الناس شايفين اللي بيحصل، وفي واحد بيقول للرئيس بتاعه الولد ده ما كانش كده، ويا ترى هو مش فاكر اللي حصل له ولا ايه؟ بيقول له هدي اعصابك، هو لو لسه فاكرنا كنا رحنا في داهيه، ومش تخاف من اي حاجه، احنا هنلعب معاه على البطيء، ولكن اهم حاجه انه مش لازم يعرف بالشيء الموجود. المهم بعد تطهير جروح الامبراطور بيروح على مساكن الطلبه، ولما بيدخل بيمنعوا الحراس وده علشان خايفين من سحر الشيطان اللي عنده. وملك الشياطين كان هيولع ولكن للاسف سحره مختوم، واللي ورا الموضوع ده كله هو اخوه يوان. ويوان بيقعد يستفزه وبيقول له ايه هتستخدم سحر الشيطان بتاعك ولا ايه النظام؟ بس في حاجه عاوز اقولها لك، لو فكرت تعمل حركه كده ولا كده انا هنادي المعلم. والطلاب بينفعلوا على موفان وبيقولوا له انت مش مرحب بيك هنا. بيقول لهم الامبراطور خلاص انا مش هنام هنا، بس لازم ادخل علشان اخد هدومي. ويوان بيقول له اتفضل اهيت انا لميتها لك من بدري. وملك الشياطين نفسه يخلص عليه ولكن مفيش اي حاجه يعملها، وبيوعد نفسه لما يستعاد قوته هينتقم من الاوغاد دول، وبعدها بيكمل في طريقه. وفي اليوم التاني بيروحوا الطلاب على المعبد علشان يتعلموا الفنون، وبالمناسبه اللي بيرن الجرس هو والد يوان. وصاحب يوان بيقول له احنا هنعمل ايه في الصف؟ بيقول له يوان فاكرني السعاده ولا ايه؟ ده انا لو سبت الصف هيتم الابلاغ عني ووالدي هيعرف. ولما
ولما بيبص الناحية التانية بيشوف موفان، هو بيستغرب انه نايم ولسه ما راحش الصف، وصاحب يوان بيقوم علشان يصحيه، ولكن يوان بيقول له استنى اما نشوف هيصحى امتى، وبعدها بيسيبوه وبيمشوا. ولكن في الحقيقة هم مجرد اغبياء، وده كله كان بيتظاهر الامبراطور بانه نايم يا ابن الابلسة. وبعدها بيقوم ملك الشياطين علشان يلاقي مكان يتدرب فيه، وبيطلع فوق السور علشان يدخل الصف، ولكن بيمسكه يوان وبيقول له ده ايه المفاجأة الحلوة دي؟ الظاهر كده اللعبة اللي لعبتها عليك سحبتك زي الحيوان. وملك الشياطين بيبص له بصة مرعبة وبيقول له انت اللي طلبت كده، وبيهجم عليه ملك الشياطين بكل شراسة، ولكن بيستخدم عليه المعلم مهارة التحكم بالسيف، وبيقدر يوقفه على اخر لحظة. لا عاش بجد والله. والمعلم بيقول له موفان يعني انت ما حضرتش الصف بتاعي وكمان جاي تهاجم الطلاب؟ بيقول له ملك الشياطين اللي عنده عيون ثاقبة هو اللي هيعرف مين اللي بدأ الاول. ويوان بيقول للمعلم تلاقيه غاب من الصف علشان كان بيمارس مهارة السيف، والمعلم بيتصدم وبيقول ازاي ده شيء مستحيل. بعدها المعلم بيقول له يوان لو انت افضل مبارز في الصف فروح حربة علشان اعرف مدى قوته. وملك الشياطين بيستغرب ان يوان بيعرف يستخدم مهارة السيف، وبيقول بس ازاي؟ لو كان بيعرف كان استخدمها قصادي، اكيد بيضحك عليا. وحرفيا ملك الشياطين بيكون محتار ومش عارف هيعمل ايه دلوقتي. ويوان بيرمي سيف على ملك الشياطين وبيقول له خد ده هتحتاجه، بس لما تخسر مش عاوزك تعيط علشان ارحمك. والامبراطور بياخد السيف وبيقول كويس ان معايا سلاح، ولكن ساعتها بيغدر يوان وبيهجم عليه بكل شراسة، ويا دوب ملك الشياطين لحق نفسه على اخر لحظة. ويوان بيقول له بطل تجري زي الفيران وخليك راجل قصادي، وبيستخدم سحره على ملك الشياطين والناس اللي حواليه بتتصدم، وبيقول عليه ازاي يتعلم مهارات السيف من المستوى المتوسط، وده غير ان ايشا وانج هيديله مهارة خاصة، بس ازاي قوته مش متوازنة. ويا ترى هو خايف من موفان يستعمل قوته الشيطانية مرة تانية ولا لأ؟ بس لو حصل كده ساعتها المعلم ايشا وانج هيقتله. نرجع بقى لملك الشياطين واللي عنده صعوبة في استخدام السيف، وده علشان المهارات المعقدة. ويوان بيقول له ايه يابا هتفضل تجري زي الفيران كده؟ في الناحية التانية بيكون ملك الشياطين في وضع صعب، وبيقول لو مش عملت حاجة فالسيف ده هيدخل في جسمي، ولكن فجأة بيصد الهجوم ويوان بيتصدم، وبيقول له ازاي؟ هو انت قريت افكاري ولا ايه؟ وملك الشياطين بيقول له اخرس يلا انا هوريك معنى القتال الحقيقي دلوقتي. بس كده يا بطل لحد هنا بينتهي الجزء الاول من حكاية موفان ملك الشياطين. ولو عاوزين الجزء الثاني وصل الفيديو ده ل 3000 لايك انا عارف انكم قدها. ولو عجبك الفيديو بقى ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك. ولو كملت لحد هنا فعش يا بطل، ويلا اشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.